اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده وطلعت الاسبوع ده باستا باستا مطعم باين من اسمه بيقدم باستا في الاساس، ده الاساس اللي بيقدموه مكرونه. فاتحين في مصر من 2013 وقدروا من ساعتها لحد النهارده يعملوا 11 فرع. بس ثانيه واحده بقى عشان الذاكره على قدي، انتوا عارفين الموضوع ده. المهندسين وعابدين وسرايا القبه والمعادي ومدينه نصر اللي احنا فيه ده وهليوبلس والتجمع والشيخ زايد واكتوبر وحدائق الاهرام وفرع في اسكندريه في مصطفى كامل سيدي جابر. بيقدموا باستا في الاساس على اسمهم باستا وبيعملوها بثلاث انواع مختلفه، مكرونه فرن وريد صوص ووايت صوص، وبيعملوا سندوتشات برجر وتشيكن وسندوتشات راب وكم نوع ديزرت وكم نوع ابيتايزر. فجيت النهارده وطلبت المنيو بتاعهم كله حرفيا. تعال بقى نشوف احنا عندهم نص نص ولا اي كلام عشان تعرف تاكل منهم ايه. والاسعار حاطه كلها النهارده شامله كل حاجه، ما تضيفش عليها حاجه. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سماح تعملوا سبسكرايب. فمن غير رغي كتير يلا بينا. يلا بينا. نبدا باول حاجه على طول المقبلات، ونخش بقى ده على طول على اول نوع مكرونه الفرن. دي فرايز اسمها تشيز فرايز باسترامي، بتبقى فرايز بالجبنه الشيدر والبسطرمه وبينزل معاها الصوص ده شكلها كده، وده شكل الصوص اللي بينزل معاها. بس طبعا بقى الاسعار في ذمه الله، يعني الطبق ده ب 64 جنيه. نجرب كده بسم الله. فرايز اللي هي المشرشره، قطع بسطرمه على الوش مع جبنه. حلو قوي قوي، البطاطس مستويه حلوه جدا، قطع البسطرمه اللي معاه دي تحفه، صوص الجبنه برده طعمه حلو وواضح، اي نعم مش كتير بس واضح. بس انا شخصيا ما اجيبهاش تاني. ليه؟ مش عشان وحشه، عشان غاليه قوي بالنسبه لي الصراحه. يعني كبشه البطاطس دي ب 64 جنيه انا ما عملتش كده. شوف الصوص ده ايه، صوص جبنه حلو قوي قوي، صوص تحفه، تزود يعني براحتك. كطعم حلو قوي، سعرها بس اللي غالي بالنسبه لي الصراحه. نخش على الباربيكيو تشيكن تندرز. دي بتبقى تشيكن تندرز بالباربيكيو وبينزل معاها باربيكيو صوص خارجي. التشيكن سيزر سالاد وصل كمان اهو. نخش على الباربيكيو تشيكن تندرز. حلوه قوي قوي قوي، قطع ستريبس مقليه مستويه كويس جدا، فراخ بيضه وطعمها فريش وحلوه، متغرقه باربيكيو صوص. بس لو ما بتحبوش الباربيكيو المسكر او الاكل المسكر عموما بلاش منها، لان هي مسكره قوي صوص الباربيكيو المسكر ده. فلو ما بتحبوش السويت اند ساور في الاكل بلاش، انما هي معموله حلو قوي. نخش على اخر حاجه في المقبلات بقى، تشيكن سيزر سالاد. ده شكل طبق السلطه كده، نزل معاه قطع عيش وجبنه مبشوره وصوص سيزر خارجي. وطبعا اللي متابعني من زمان هيبقى عارف ان انا ضعيف قوي قدام تشيكن سيزر سالاد، لما بلاقيها في اي منيو بطلبها على طول. شرايح فراخ مشويه خاص فريش، تتبيله الفراخ تحفه. طيب نعمل حاجه بقى، نرش الجبنه كده وننزل بالصوص ونقلب السلطه. بس طبعا يعني هيبقى صعب تقلبها شويه قطعه خس كبيره قوي. كفايه كده، ضربت بوم. الجبنه اللي نازله معاها دي جبنه رومي حادقه مع الفراخ المشويه والخس الفريش وصوص السيزر وقطع العيش الصغيره دي تحفه، حلوه قوي 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 دي. كفايه تهريج بقى، نخش على المكرونات. نبدا باول واحده فيهم الجريل تشيكن، الفراخ المشويه. دي بتبقى مكرونه مع فراخ مشويه وجبنه موتزاريلا وبتخش الفرن. طبعا انا جايب هنا كميه كفرات رهيبه. نبدا بالجريل تشيكن، نضرب بالشوكه كده. بالمناسبه هم عندهم 4 انواع مكرونات، انا وزعتهم بقى على انواع المكرونه. انواع المكرونات دي في الوايت صوص والريد صوص اللي لسه جايين بعد شويه، انما مكرونه الفرن بيبقى كلها بنه. مكرونه بنه، وايت صوص، فراخ مشويه، وش جبنه موتزاريلا. واو 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 واو، حلوه قوي قوي قوي. كميه مكرونه كتيره مش صغيره. وبالمناسبه هم عندهم حجمين، حجم الريجولر ده وحجم لارج. انا طلبت كله ريجولر اللي هو الميديوم عشان اطلب كتير قوي، هطلب مني كله، فما فيش داعي اجيب لارج. المكرونه مستويه حلوه قوي، قطع الفراخ اللي معاها جميله مستويه كويس قوي برده. الوايت صوص والجبنه الموتزاريلا هم نجوم الطبق، حلوين قوي قوي، جامده جدا جدا. نخش على الكريسبي تشيكن، الفراخ المقليه. ده شكلها كده نفس الذات نفس برده بس بالفراخ المقليه. حلوه قوي قوي، صويع. مفيش مطعم هيفتح 11 فرع غير لما يكون قوي والناس حبته ونجح. حلوه قوي قوي الصراحه. برده مكرونه بينا نفس الوايت صوص، جبنه موتزاريلا، والفراخ هنا مقليه حلوه قوي. والفراخ المقليه مش مستغربها في مكرونه، لا بالعكس ماشيه معاها حلوه قوي، لان تتبيلتها هاديه وجميله وسواها حلوه قوي، جامده قوي قوي. نخش على السجق. ده شكلها كده. نخش على السجق.
حاطين معاها بسطرمه محدقاها قوي ومحرشناها قوي، حلوه جدا جدا. بس رايي الشخص المتواضع بقى لو اتعملت بصوص احمر دي هتضرب، تبقى احلى من اللبن بكتير، هيمشي معاها اكتر بكتير، هيزود الحرشانه بقى، هيميكسوا مع بعض تحفه. طب ندوق السجق لوحده كده. السجق حلو مش حادق، اللي محدقه كده البسطرمه. تعمل سجق حلو متبهر حلو جدا برضه، ميكسها تحفه. بس اللي مش عاجبني فيها ان ملحها زايد سنتين، يعني حادقه شويه، فده مش عاجبني الصراحه. نخش على الجمبري بقى، ده شكلها كده. دي برضه مكرونه بينا، جبنه موتزاريلا، وايت صوص وجمبري. كل المكرونه الفرن عندهم بتبقى وايت صوص، ما فيهاش ريد صوص. حلوه قوي قوي. قطع جمبري بيبي شريمب مع وايت صوص ومكرونه وجبنه موتزاريلا على الوش، تحفه. جميله جميله الصراحه. الجمبري مسلوق اللي هو ستيمد كده يعني بالبخار، طعمه حلو قوي، تتبيلته هاديه جدا وجميله مع الميكس ده بقى حلو قوي. كده خلصنا المكرونه الفرن، نخش على المكرونه الريد صوص بقى. نخش على اللي بعده بقى، ومن اكتر انواع المكرونات اللي انا شخصيا بموت فيها المكرونه الريد صوص. عندهم 5 انواع مختلفه، وعندهم 4 انواع مكرونه مختلفه. من الشمال لليمين داوود باشا، فرايد تشيكن، كبده اسكندراني، سجق اسكندراني، جمبري. نبدا بالداوود باشا. اخترتها مكرونه سباكيتي، بتبقى كور داوود باشا بالصوص الاحمر. نلف السباكيتي كده، السباكيتي عندهم رفيعه جدا. ده مش مصري بقى، ده شغل خواجات يا بيه. ليه بقى؟ المكرونه دي نازله 7 دقائق بالظبط، اللي هي بتنزل 7 دقائق وتطلع، فتبقى لسه فيها عضه، مش مستويه قوي زي بيوتنا المصريه كده تطلع مهريه، لا فيها العضه بتاعت ماسكه نفسها ده. صوص احمر حلو جدا، حاطين معاه زعتر او ريحان، حاجه في السكه دي. ندوق بقى الدود باشا مع المكرونه، حاطين معاها بصل متقطع كمان، بس انا مش عارف الف البتاع. طب استنى نلف كده الاول. ايوه ايوه ايوه، هوب داوود باشا بقى هنا، حلو قوي. مكرونه ريد صوص حرشه وجميله. نخش على اللي بعده، كريسبي تشيكن. دي اخترتها مكرونه بينا مع كريسبي تشيكن والصوص الاحمر بتاعهم برضو. نضرب البينا نفس الكلام برضو، المكرونه اللي هي التسويه الايطالي اللي هو 7 دقايق وبتطلع، يبقى فيها عضه شويه. ده الصوص الاحمر حلو قوي، حرش كده مع البهارات اللي عليه، مش عارف زعتر او ريحان، بس مديله طعم حلو جدا. نجرب معاه فرايد تشيكن بقى. ايه اللي جاب القلعه من البحر؟ تحس ان ايه بقى؟ ان واحده خواجايه قوي اتجوزت واحد من الصعيد قوي، هو الميكس مع بعضه كده، يعني واحده بيضه وشعر اصفر وعينين زرقاء منوره كده واتجوزت صعيدي. هو الميكس مع بعضه مش راكب الصراحه، لا مش ماشيه زي المكرونه الفرن، بتحسه باستغراب كده. الميكس مش احسن حاجه. نخش على الكبده الاسكندراني، اعتقد دي هتظبط. دي اخترتها سباكيتي مع كبده اسكندراني وشرايح فلفل اخضر وصوص الاحمر بتاعهم. نخش على الكبده، احنا كده فيها كل حاجه بقى مره واحده. فيش ايه ده؟ هو يا جدعان في ميكسات ما تركبش غير مع بعض، وفي ميكسات ما تركبش خالص مع بعض. يعني الكبده الاسكندراني ده بند حرش اصلا، مصري اصيل كده حرش، مع صوص الاحمر مصري اصيل وحرش برضه، الاثنين مع بعض بقى بوم. ما فرايد تشيكن فين يا عم مع الصوص الاحمر ده؟ اكتر واحده عجبتني فيهم كلهم دي لغايه دلوقتي، تحفه. والميكس بجد ماشي مع بعض تحفه، ممتزجين مع بعض بحلاوه بسلاسه ويسر. شرايح الكبده طريه جدا، مستويه حلوه قوي، متبهره جميل برضو مع تبهير الصوص الاحمر اللي عاجبني اصلا من الاول، والمكرونه السباكيتي الجميله تحفه، حلوه قوي قوي دي. نخش على السجق. دي اخترتها مكرونه فيتوتشيني النوع الثالث بتاعهم، بتبقى قطع سجق معاها بصل وفلفل وطماطم والصوص الاحمر بتاعهم. المنظر اصلا لوحده يفتح النفس، يفرح كده، شكلها يفرح والله. مكرونه فيتوتشيني مع سجق. احنا ايطاليا لو سمعت عننا هتغزنا، هتضربنا بدانا بين حواجبنا على اللي احنا عاملينه في المكرونه بتاعتهم ده. طب استنوا كده واحده كمان، فيش نفسك بقى. ايه الصياعه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وسبحان الله يا اخي، اللي ما عجبونيش في المكرونه الفرن هم اللي عاجبني قوي في المكرونه الريد صوص. ما انا بقول لكم في حاجات الميكس بتاعها يبقى هو اللي فارق. احنا ما بنمشيش مع بعض، واحنا بنمشي مع بعض لوكس. سبحان الله، الريد صوص مع الكبده والسجق ضرب نار. مع المكرونه الفرن ما كنتش حاببهم قوي الصراحه، مش قابلهم يعني، او السجق لان الكبده ما كانتش موجوده في المكرونه الفرن. بس هي لان النوعين اكل حرش، فلما تمصر الفرنجي بيبقى مايع كده وماسخ مش حلو. والصياعه كلها في الخضار اللي معاها ده، طماطم والبصل والفلفل. السجق كمان تتبيلته حلوه قوي قوي، والمكرونه الفوتوتشيني بتاعتهم جميله حلوه قوي. نخش على اخر نوع بقى، الجمبري. دي اخترتها مكرونه حلزوني، بتبقى جمبري مع بصل وشرايح فلفل اخضر والصوص الاحمر بتاعهم. نخش على الجمبري، اعتقد دي هتبوم برضو لان الجمبري مع الصوص الاحمر بيضرب جامد. اوه لا لا لا، زيديني عشقا زيديني، اموت انا وعيد السنه. بس يا عم ايه ده؟ معلش معلش. ايه الطعامه والحلاوه دي اقسم بالله، ايه ده والله. لا لا، تحفه 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 لحد 100 سنه قدام. ومفيش مقارنه خالص بين الجمبري اللي عجبني في المكرونه الفرن وبين دي يا جماعه، في حته تانيه خالص.
المكرونه الحلزوني دي مع الصوص الاحمر اللي متسبك حلو قوي، والبصل والفلفل والجمبري مع الصوص الاحمر، الميكس بوم. تحفه تحفه، حلو حلاوه مش طبيعيه والله، تحفه. للاسف خلصنا الصوص الاحمر، للاسف يعني. نخش على الوايت صوص بقى، نخش على اللي بعده بقى، المكرونه الوايت صوص. من الشمال لليمين فراخ مشويه، فراخ مقليه، مشروم، جمبري، بابريكا. بتبقى فراخ مشويه بالبابريكا. نبدا بالفراخ المشويه، ده شكلها كده، ودي اخترتها مكرونه بينا، بتبقى قطع فراخ مشويه مع صوص ابيض. نبدا بالجريل تشيكن، الفراخ المشويه متروسه صوص ابيض، حلوه بس تقيله قوي. الفراخ المشويه بتاعتهم حلوه جدا زي ما قلت لكم، زي ما اتفقنا خلاص. متروسه وايت صوص، مكرونه بينا، صوص ابيض كتير وتقيل جدا. فراخ مشويه حلوه قوي، حلوه وجميله بس تقيله قوي. نخش على الفراخ المقليه منه، دي طلبتها مكرونه فيتوتشيني، بتبقى فراخ مقليه مع الوايت صوص. نخش على الفيتوتشيني، وهقول لكم في الاخر اجمد انواع مكرونه عندهم ايه برضو، عشان تخش المطعم تخلص يا معلم، تبقى عارف خلاصه الخلاصه. مكرونه فيتوتشيني وايت صوص تقيل جدا برضو. ناخد بقى معاهم قطعه فراخ مقليه. بص هي برضه تقيله قوي الصراحه، يعني كوايت صوص ككريمه. انا عجبتني مكرونه الفرن ككريمه وايت صوص اكتر بكتير، سايحه ونايحه كده خفيفه، مع الجبنه الموتزاريلا على الوش، مديها اضافه وغناوه حلوه جدا. مش صوص كريمي تقيل وكتير قوي كده، مش عاجبني قوي الصوص الابيض عندهم، تقيل قوي، حاسس ان انا باكل زبادي كده، فاهمين قصدي؟ نخش على المشروم، دي اخترتها مكرونه بينا مع مشروم ووايت صوص. نخش على المشروم. قول لا الله، هو ده كلام قليل ادب، ايه الحلاوه دي؟ قول لي ليه بقى؟ اقول لك لان الوايت صوص هنا مختلف. بص خفيف، مش طبقه لزجه كتيره كده زي اللي فاتوا، لا خفيف مع المشروم، وصوص المشروم اللي داب مع المكرونه مدي ميكس قمر وتحفه والله، حلو قوي. ويا سلام بقى لو تحط معاها قطع فراخ مشويه دي مع المشروم زي ما هو كده، يا لهوي. طب والله عايزين تسمعوا الكلام وتعملوا زي ما بقول لكم وتتفرج يا بقى مبيعات. تحفه، هو ده جامد قوي قوي. اجمد واحده في الوايت دي سوفار لحد دلوقتي يعني. نخش على الجمبري بقى، دي اخترتها مكرونه سباكيتي مع جمبري والوايت صوص. نخش على السباكيتي، برضو الجو متلج فالصوص الابيض جبس يعني تقل كده، مع ان هما برضو حاطينه كتير، يعني في جزء يخص الجو وجزء يخصهم. هو الصوص بتاعهم تقيل قوي، محتاج تخفف عن كده. نلف السباكيتي، ما بتلفش اصلا من تقل الصوص، تقيل قوي، اللي هو انت رزيل يلا. لا مش عاجبني الصوص الابيض برضو. جمبري تحفه، نفس سوا وتتبيل الجمبري اللي جه في مكرونه الاوفن اللي هي الفرن، بس العيب هنا في الوايت صوص، مش ظابطينه قوي، محتاج تظبط الوايت صوص بتاعك يا بستويسه. نخش على اخر واحده بقى في الوايت صوص، اسمها بابريكا، بتبقى صدر فرخه مشوي، مش عارف ايه اللي معاها الصراحه، هنشوف دلوقتي. ودي اخترتها مكرونه حلزونه. نخش على البابريكا، الله حلوه قوي. ده صوص جبنه مع توابل البابريكا، قلب على مكرونه هندي كده، اللي هو مكرونه بالتوابل الهنديه، حلوه قوي. ناخد واحده بقى بقطعه فراخ، مش ريحه فراخ مشويه كده، بوم، دي بوم يا بيه، تحفه تحفه. اجمد واحده مستريح دي. خلصنا المكرونات كده، نخش على سندوتشات بقى. وزي ما قلت لكم في الاول بيعملوا 3 انواع سندوتشات، راب وفراخ وبرجر. نبدا بالراب، طبعا الراب مش مكتوب عليه هو ايه، فهنفتح واحد واحد كده نشوف هو ايه، على البركه كده احنا ورزقنا. ده الجريل تشيكن، ده شكله كده، انا شايف فراخ مشويه، شرايح بصل وفلفل وطماطم وصوص ما كده، هنشوف ايه هو. نبدا بالفراخ مشويه. ساندوتش سيمبل وحلو قوي، عيش تورتيه، قطع فراخ مشويه مع خضار وصوص جبنه، حلو قوي قوي قوي، بسيط وسيمبل. بس هو تعليق واحد بس على العيش، ان العيش الراب ده يعني ابيض زياده، محتاج يستوي اكتر من كده. عارفين العيش الراب لما بيبقى ابيض زياده كده بتحس ان هو مش مستوي قوي، ده العيب الوحيد. انما كساندوتش بالمكونات تحفه، حلو قوي. نشوف ايه اللي بعده. كبده اسكندراني، كبده شرايح فلفل اخضر وطحينه، غالبا شكله يفرح. هنا بقى الكبده عجبتني في المكرونه اكتر من الساندوتش. طعمها في المكرونه مع الصوص الاحمر كانوا عاملين ميكس حلو وماشي حلو قوي، مع الساندوتش لوحدها كده مش احسن كبده يعني، ماشي حالها، فمش واو الصراحه. نشوف ده ايه. سجق، قطع سجق، شرايح بصل وفلفل وطماطم، واعتقد معاهم طحينه. نخش على السجق، نفس السجق المتبهر، حلو قوي، تبهيره واضح وحلو قوي جدا، بس زيه زي الكبده بالظبط، برده عجبني مع المكرونه اكتر بكتير، فصوصو. نخش على اخر واحد في الراب، تكبير ليه كده. فرايد تشيكن، نفس الرصه هياها مع قطع فرايد تشيكن، ده اكتر واحد بوم فيهم، حلو قوي. قطع الفرايد تشيكن مع الخس والطماطم والصوص في عيش التورتيه، كل ده مع بعض عمل ميكس حلو قوي ومش مع بعض حلو جدا.
لو هطلب راب فهطلب ده وش اجمد واحد فيهم. نخش على سندوتشات البرجر والفراخ بقى. هل تعلم يا اخي المواطن واحد زي كده بيقعد طول الاسبوع ما يضربش كرب خالص، سنتيف حاجات يعني بيبيهات خالص، عينات اطفال، ويجي مره واحده يضرب كل الكرب ده؟ انت متخيل اللي حصل ايه في مخي دلوقتي؟ انت مستوعب؟ نخش على اخر حاجه في الحادق بقى، سندوتشات البرجر والتشيكن. عندهم سندوتشين برجر، الكلاسيك والمشروم. نبدا بالكلاسيك. ده بيبقى سندوتش برجر كلاسيك خالص، قطعه برجر مع خس وطماطم وشريحه جبنه وخيار مخلل. يا لهوي الساندوتش مش ملموم، مش ماسك نفسه. قطعه برجر واضح من قبل ما ابدا كده ان هي ناشفه. يابا طب ليه والله؟ هو بالعافيه. الراجل بتاع المكرونه اسمك باستا ويسي، ليه دخل في سكه البرجر دي؟ ساندوتش احلى ما فيه اللقمه والصوصات والخضار اللي معاه، لما قطعه البرجر نفسها مش نافعه، ناشفه قوي، ناشفه وجافه جدا. نو قولا واحدا، نو. نخش على المشروم. قطعه برجر، جبنه شيدر، مشروم وصوص مشروم. تاني غير يوم القيامة. خش على المشروم ومش متفائل خير برضو. نفس الموضوع برضو، المشروم وصوص المشروم بس هم اللي حلوين في الساندوتش. بس كمان الصوص اللي محطوط مع المشروم هنا مسكر شويه او شويتين ثلاثه، فمخليه ساندوتش مسكر قوي. وقطعه البرجر على حكايتها زي ما قلنا، فباستويسي برجر نوت ميكس. نخش على التشيكن بقى. ده الكلاسيك تشيكن، بيبقى زيه زي كلاسيك برجر، قطعه فراخ مقليه بيزك مع قطعه جبنه شيدر وخس وطماطم. نخش على الكلاسيك تشيكن. قطعه الفراخ هنا تتبيلتها تكاد تكون مش موجوده خالص، فاللي كانت عجباني قوي مع الوايت صوص والجبنه الموتزاريلا وبتاع، لان الكلام ده كان مديها طعم وحرشانه وغناوه. لما بقت لوحدها كده بتختبر، لا مش حلوه، لان تتبيلتها ضعيفه قوي. لما بنخش مع المايونيز الدنيا بتظبط شويه. فقول نقول ساندوتش حلو بس مش مبهر. نخش على الفرنش رانش، قطعه فراخ مقليه، خس وطماطم وصوص رانش. نخش على الفرنش رانش. ده عجبني اكتر كتير من الكلاسيك، لان صوص الرانش مديله حرشنه، مديله طعم كده، غير الكلاسيك كان مع مايونيز بس فما كانش اقوى حاجه. فده عجبني اكتر بكتير، لان قطعه الفراخ زي ما اتفقنا حلوه جدا، مستويه كويس جدا، فراخ بيضه نظيفه مقرمشه، الخضره بتاعتهم كلها فريش وجميله، فده عجبني اكتر. نخش على اخر واحد بقى، الكوردن بلو، قطعه فراخ مقليه مع شرايح تركي مدخن وجبنه شيدر وخس وطماطم. نخش على اخر واحد عشان انا خلاص انا بتغرب. هو ده على ما وصلت له، بصوا العيش باظ خالص، العيش اتدمر، بخبخ ميه كله، يعني ما بقاش فيه عيش، تربد. فده ما انصحش بيه قوي في الدليفري، عشان انا هنا في المطعم وعلى ما وصلت له جه دوره كان باظ. فده تبقى في المطعم وتاخده اول ما يطلع، ما تجيبوش دليفري. بس الساندوتش تشيكن ده احلى واحد فيهم، قطعه تركي مدخن مع فراخ مقليه وصوص رانش، فطعمه حلو قوي اجمدهم ده. نخش على الحلو بقى من الشمال لليمين. الثلاثه دول تشيز كيك، تشيز كيك عادي، تشيز كيك بلو بيري، تشيز كيك لوتس، واخر حاجه حلوه يخصهم هم اللي بيعملوه حاجه اسمها لقمه الاوريو. نبدا بالتشيز كيك كلاسيك، ده شكلها كده. نخش على التشيز كيك، ناعمه خالص. الله بعد طلعه تقيله وطويله قوي كده بتبقى محتاج قوي حاجه حلوه تهدي بقى على المراوح. حلوه قوي. نوع الجبنه ده طعم جدا، نوع نضيف قوي، طعم البسكوت اللي من تحت ده تحفه. جميله حلوه قوي. نخش على البلو بيري، دي جايه في كاب بقى، طبقات، طبقه البسكوت تحت وبعد كده الجبنه وبعد كده البلو بيري على الوش. نخش على البلو بيري، انا بعشق البلو بيري. خش يا ابني كده للاخر، ايوه. حلوه قوي. بسكوت تحت خالص طعمه حلو جدا، طبقه جبنه في النص طعمها جميله قوي برده، مع تاتش البلو بيري ومزازته بقى في الاخر، تحفه. حلو قوي. نخش على اللوتس، ده شكلها كده. نخش على اللوتس. يا لهوي، لو بتحبوا اللوتس هتموتوا في دي. ليه بقى؟ لان لوتس، لانكم لو بتحبوا اللوتس فانتوا بتحبوا الحاجه الحلوه اللي طعمها واضح وتقيله في الحلو، لان اللوتس تقيل جدا حلو، فهي متغرقه لوتس محطوط بكميه حلوه جدا واضحه جدا، طعمها تحفه بس حلو تقيل رهيبه. نخش على اخر حاجه بقى، لقمه الاوريو، ده شكلها كده، بتبقى عباره عن كور عجينه صغيره ونازل معاها 2 كاب صوص كراميل. نخش على لقمه الاوريو. يا ولاد اللعيبه، دي بسكوتة اوريو ومخبوزه محطوط على الخبيزه دي سكر بودر على الوش، فظيعه، اختراع حلو قوي. ندوها مع الكراميل كده. يا لهوي، تشيز كيك ممكن ناكله بره، اللي مش موجوده غير هنا، فدي توب، حلوه جدا، فكره صايعه ومعموله حلوه قوي، تحفه. هذا كمان. تعالوا خلاصه، خلاويص. اقول لكم بقى الخلاصه، اجمد حاجات عند باستويس ما ينفعش خالص تفوتوها.
المقبلات والحاجات اللي في الاول دي تشيكن سيزر سالاد ما ينفعش خالص تفوتوها، تحفه. المكرونات بقى، نبدا بالمكرونه الفرن. اجمد واحده في المكرونه الفرن عندهم الكريسبي تشيكن، رهيبه. واجمد حاجات في الريد صوص 3: السجق والكبده والجمبري، 3 كانوا تحفه. الوايت صوص عندهم محتاج يتظبط لان مش ظابطينه قوي، بس اجمد 2 فيهم كانت المشروم، ولو حطوا معاها فراخ مشويه هتضرب وهتبقى حته ثانيه خالص. والبابريكا تشيكن كانت تحفه برده. السندوتشات بقى سيبكوا خالص من البرجر فاكس، اجمد واحد في الفرايد تشيكن الكوردن بلو، واجمد واحد في الراب الفرايد تشيكن راب. اجمد حاجات في الحلويات بقى التشيز كيك، كلهم عجبوني جدا. حسب بتحبوا ايه فيهم اكتر من ايه، بس اللي ما ينفعش خالص خالص تفوتوه لقمه الاوريو دي، تحفه وفي حته ثانيه خالص. واجمد نوع مكرونه في الاربع انواع اللي قدموهم الفيتوتشيني والسبايرل اللي هي الحلزونيه، تحفه واجمد نوعين عندهم. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده دي كانت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، لو مش عايزين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم حاجه ننزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع الجاي طلعه جديده. اشوفكم على خير.